جوه كل واحد فينا بيتردد أصوات متعارضة ومتناقضة، وبكون في أوقات كتير متعبة، زي انتي أم فاشلة، اوعي تجربي حاجة جديدة لأن التغيير دوت خطر، لازم تعملي شغلك بشكل مثالي. والأصوات دي بتكون نابعة من ذاتنا الضعيفة، وبتكون مدمجة بشكل كبير جدا في تفكيرنا، ومش بتأثر بس على سلوكياتنا وطريقة تصرفنا، ده هي كمان بتأثر على طريقة تعاملنا مع الآخرين واختيارنا كمان للآخرين وللأصدقاء. لدرجة ان دكتور روبرت فايرستون قال ان من كتر ما احنا ما بنكونش مدركين قد ايه الاصوات ديت ازاي نشأت او هي جت منين، او بنكونش ملمين بيها، بنميل ان احنا بنختار اشخاص بيتلائموا جدا مع الصوت اللي بيتردد جوانا، وبنرتبط بيهم لحد ما يصبح الارتباط دوت مريح بالنسبة لنا. وبعد فترة لما وعينا بيعلى بنكتشف ان الصداقات اللي دخلت في حياتنا دي اصبحت علاقات سامة. طب العلاقات السامة دي جت منين؟ هي جت لان هي متوافقة ومتناسبة مع الاصوات الداخلية او المعتقدات اللي بتدور جوه دماغي. ومن هنا بقولك كوني واعية للاصوات اللي بتدور جوه دماغك من اجل علاقات صحية مفيدة. قد